في ناس كتير بتقول إن الساعة 3 الفجر دي مجرد وقت عادي، وإن كل حاجة أو حكاية اتقالت عنها مجرد خرافة. بس اللي محدش بيقولهولك إن الوقت ده تحديدا هو أهدى وقت في اليوم، وأكتر وقت تقدر تسمع فيه حاجات مش المفروض إنك تسمعها. أنا عمري ما كنت بصدق في موضوع الساعة 3 لحد الليلة دي. حابب أعرفكم إن فيديوهاتنا فيها مشاهد متحركة. اسمعوا الفيديو للنهاية وقولولي رأيكم عشان هنعمل سلسلة من أحداث مرعبة حصلت مع متابعينا الساعة 3 الفجر. البس سماعتك وتعال أحكيلك. من حوالي سنة كنت قاعد لوحدي في شقتي في دمياط. شقة قديمة شوية في دور رابع، في شارع هادي جدا ومختصر. الساعة كانت 3 إلا 10 الفجر. كنت صاحي عادي ماسك الموبايل. الدنيا كانت هادية لحد ما جت الساعة 3 الفجر بالظبط. في اللحظة دي سمعت صوت خبط خفيف على باب الشقة، مجرد خبطتين بس خلوني وقفت مكاني. قلت يمكن حد من الجيران، يمكن أي حد محتاج حاجة. قربت من الباب وبصيت في العين السحرية، مفيش حد، ورجعت خطوتين لورا ولسه هلف سمعت صوت واحد بينادي باسمي بصوت واطي كان قريب من الباب. سامح، افتح يا سامح. الصوت كان واضح ومش خيال، ده واحد بينادي باسمي وفاهم هو بينادي على مين. رجعت بسرعة بصيت تاني في العين السحرية، لكن الطرقة كانت فاضية. قلبي بدأ يدق بسرعة غريبة، بس حاولت أضحك على نفسي وقلت يمكن حد بيهزر معاي. بس المشكلة إن اسمي ما كانش مكتوب على باب الشقة، وإن محدش من الجيران قريب مني للدرجة دي عشان يعرف اسمي حتى. أنا مختصر من أول يوم سكنت فيه. رجعت أوضتي وقفلت الباب ورايا وقلت خلاص الليلة خلصت. بس الحقيقة لأ. بعد حوالي دقيقتين سمعت صوت تاني، بس المرة دي كان من جوه الشقة. الصوت كان بيقول سامح افتح. الصوت كان جاي من الصالة، وأنا والله العظيم كنت لوحدي. في اللحظة دي جسمي كله تلج، مفيش أي صوت حركة، ولا باب بيتفتح ولا شبابيك. بس الصوت كان واضح جدا. الصوت كان واضح بالنسبة لي، كأني في حد جنبي. مش بس كده، الصوت كان أشبه بصوتي، كأني بنادي على نفسي. قعدت مكاني يمكن لمدة 10 دقايق، مش قادر أتحرك، مفياش حيل، جسمي كله سايب. لحد ما قدرت أجمع شجاعتي وفتحت باب الأوضة ببطء. الصالة كانت ضلمة، نور الشارع داخل من الشباك. يدوب مشيت خطوة التانية وفجأة باب الشقة الرئيسي اتحرك. ما اتفتحش، ده اتحرك بس، كأن في حد حط ايده عليه، كأن في حد كان بيحاول يفتحه. وقتها قررت حاجة مجنونة، طلعت الموبايل وشغلت التسجيل فيديو. قلت لو في حد يتسجل والكاميرا تجيبه. كنت فاكر انه ممكن يكون حد فعلا بيهزر معاي او حرامي. حطيت الموبايل على الترابيزة في الصالة ورجعت ورا شوية، وساعتها الصوت نده عليا للمرة التالتة. المرة دي كان أوضح من أي وقت فات. سامح أنا برا، افتح الباب يا سامح. جريت ناحية الباب وفتحته، وأنا مش خايف، أنا عايز أعرف مين ده. الطرقة كلها كانت فاضية، بس كان في حاجة غريبة. الأسانسير كان واقف في الدور الرابع، مع إني محدش ضغط عليه. رجعت قفلت الباب بسرعة وقعدت مستني لحد الصبح. أول ما النور طلع والشمس ظهرت نزلت على طول جري على البواب. سألته هو في حد طلع عندي امبارح الساعة 3؟ البواب بصلي وما ردش عليا، حسيت انه بيتبارد عليا.
سألته تاني وبكل حدة، بقولك في حد طلع لي امبارح الساعة 3. البواب بصلي باستغراب وقال جملة لحد دلوقتي مش قادر انساها. قال لي هو انت جديد هنا صح؟ ايوه انا جديد. انت ليه بتسأل السؤال ده؟ رد عليا. اللي كان ساكن قبلك كان بيصحى كل يوم الساعة 3 ويقول ان حد بيناديه باسمه هو كمان. سألته بعدين ايه اللي حصل؟ مفيش، بس في يوم فتح الباب ومحدش شافه تاني. سألته يعني ايه محدش شافه تاني؟ قال لي اللي انت سمعته. كان زيك كده فضل يشتكي ان في حد بيخبط عليه وبينادي عليه باسمه، وكان فاكر ان في حد من الجيران عايز يطفشه، واكتر من حد نصحه انه ما يفتحش الباب، لكن في يوم فتح الباب ومحدش شافه تاني. رجعت الشقة وأول حاجة عملتها فتحت تسجيل الفيديو اللي كنت صورته. الفيديو كان 7 دقايق. أول 5 دقايق مفيش حاجة، بس في الدقيقة 6 الكاميرا اتحركت. حركة حركة خفيفة مش كتير، حركة بسيطة كده كأن في حد لمسها، وبعدين الصوت اتسجل بس مش زي ما سمعته. الصوت اللي في التسجيل ما كانش بيقول سامح افتح الباب، الصوت كان بيقول أنا جوه، أنا جوه الشقة. من يومها أنا ما بقتش بنام الساعة 3. المشكلة إن الموضوع مخلصش، لأن من أسبوع فات الساعة 3 بالظبط موبايلي كان بيرن. المتصل كان رقم مجهول. رديت وسمعت نفس صوتي بيكلمني. المرة دي قال لي أنا داخل. أنا دخلت الشقة. لو صحيت قبل كده الساعة 3 وسمعت حد بينادي عليك أو أي موقف مرعب، اكتبلي في التعليقات وقولي حصل ايه. حابب أعرفكم إن حكاياتنا بقت تنزل كل جمعة الساعة 9، وإن في حكايات أو قصص كتير فيها مشاهد متحركة عشان نضيف لكم أجواء الرعب والإثارة. أنا إسلام محمود، استنوني الجمعة الجاية.